السلام عليكم. اهلا بيكم في 5 هندسة. النهاردة هنتكلم عن وزنة العمدان. في الفيديو ده هنشرح مع بعض بسرعة كده وببساطة ازاي نستلم وزنة العمود الخرساني في الموقع، ونشوف ايه اللي الكود بيقول عليه بالظبط. في الاول لازم نبقى فاهمين يعني ايه وزنة عمود. وزنة العمود يعني ان العمود يكون واقف رأسي بنسبة 100% من غير اي ميل او انحراف، سواء كان يمين او شمال، لان لو في انحراف او ميل بسيط هيسبب مشاكل كبيرة بعد كده في الاحمال وفي استقامة الدور كله. طيب الكود المصري محدد الموضوع ده بشكل واضح جدا، وبيقول ايه؟ بيقول ان الانحراف المسموح به هو 5 ملي لكل 6 متر ارتفاع. يعني احنا معروف في مصر ان الدور بيبقى ارتفاعه 3 متر، يبقى المسموح به في انحراف او ميل العمود رأسية العمود هو حوالي 2.5 ملي. وده معناه ان احنا بنتعامل بدقة عالية جدا، ولازم القياس يكون مظبوط. وعلى فكرة الكود المصري لتصميم المنشآت الخرسانية هو من اشد الاكواد او من اصعب الاكواد في موضوع الانحرافات والميول. طيب برضو واحنا بنستلم العمدان، اول حاجة نتأكد ان الشدة الخشبية مثبتة كويس جدا، ومقفولة من كل الاتجاهات ومفيش اي لعب في الزوايا. ده حاجة. تاني حاجة ان احنا نراجع المسافات بين العمود، ولو في حيطان خرسانية ولو في اعمدة حواليه لازم نستلم المسافات والاكوسات بين الاعمدة طبقا للوحات التنفيذية. تالت حاجة برضو بنقيس الوزنة من اتجاهين متعامدين في العمود، مش من ناحية واحدة، باستخدام ميزان الخيط، او ممكن لو انت حابب ميزان ليزر بيبقى ادق شوية من ميزان الخيط. طيب لو لقينا ميل زيادة عن الكود سامح بيه، بنبدأ نعدل فورا في الشدة، ان احنا نستخدم دعامات لحد ما العمود يبقى مظبوط تماما. وخد بالك برضو لازم ان احنا نتأكد قبل الصب مباشرة ان احنا نراجع على الوزنات مرة تانية ونتأكد ان هي مظبوطة، ونتأكد من اشتراطات الكود اللي هم ال5 ملي لكل 6 متر، يعني 2.5 في الدور لو 3 متر. واثناء الصب برضو بنفضل مراقبين العمود، لان الهزاز والضغط، ولو كمان بتصب ببامب بيبقى فيه ضغط على العمود شديد وممكن يسبب انحراف او ميل في العمود. وفي الاخر عايز اقول لكم ان وزنة العمود مهمة جدا في شغل التنفيذ، ولو اتعملت صح من الاول هتريحك، وهتريحك من مشاكل كتير جدا بعد كده في استقامة الادوار وفي الاحمال اللي على الاعمدة. طب دلوقتي بقى ازاي نوزن العمود؟ اول حاجة بنحط عصفورة الميزان على الوزنة العلوية، وبننزل بالميزان او بالخيط على الحطة السفلية، والمفروض ان الميزان او الخيط بينزل مباشرة جنب الحطة السفلية، ومبقاش فيه اي انحراف سواء داخل العمود او خارج العمود. ولو في اي انحراف لازم ان احنا نظبط الشدة الخشبية بتاعتنا ونظبط رأسية العمود مرة اخرى. ودلوقتي هنشوف بعض الملاحظات عند استلام وزنة العمود، لازم تبقى واخد بالك منها كويس جدا وانت بتستلم العمود في الموقع، وهنبينها مع بعض دلوقتي واحدة واحدة ان شاء الله بإذن الله، وهنتعرف مع بعض على الملاحظات دي. اول حاجة في الملاحظات لما يكون عندنا مضب الوزنة العلوية، فطبعا المقاس من فوق مش هيطلع زي من تحت، لان بيبقى فيه لوحين فوق ولوح تحت، فدلوقتي هيبقى فيه فرق، فبناخد ننزل بالميزان وناخد المقاس. هيجي زي ما احنا شايفين كده، هيجي 20 سنتي اهي، ادي 20 سنتي، وفوق طبعا حاطط لوحين لان مضبل الوزنة اللوح ب10، يبقى ادي 20 سنتي، يبقى دي الوزنة بتاعته مظبوطة. تاني حاجة ملحوظة زي ما احنا شايفين ان ممنوع منعا باتا ان احنا نعدل او نحرك في الحطة السفلية، لان ده غلط جدا. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا، وياريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك. شكرا لكم. مع 5 هندسة.